في ناس كتير بتشكي من الم في الجسم والعضلات، خصوصا بعد انتهاء من تمارين الرياضيه، او مثلا اول ما تصحى من النوم، او بعد ما تروح من شغلها، وخصوصا لو شغلها ده بيحتاج جهد عضلي كبير. طب ايه الحل؟ في الفيديو النهارده هقول لك على شويه نصايح ممكن تعملهم، ان شاء الله الالم ده هيخف تدريجيا مع الوقت وهينتهي خالص. تمام؟ بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده في وقتها. يلا بينا. السلام عليكم، معكم محمد جابر واهلا بكم في حلقه جديده. اول نصيحه احب انصحها بالنسبه للجماعه الرياضيين، تمام؟ قبل ما تتمرن او قبل ما تروح الجيم او حتى بتتمرن في البيت لازم تعمل عمليه احماء وعمليه تسخين للعضله، تمارين اطاله للعضله. طب ايه فوائدها او لازمتها ايه تمارين الاحماء؟ تمارين الاحماء انت كده بتخلي العضله تستعد انها هتتحط تحت ضغط او هتتحط تحت مجهود، فانت بتحرك العضله بتسخنها عشان خاطر لما تيجي تتمرن ما تعملكش اصابه. انت ممكن لو اتمرنت من غير ما تعمل تسخين العضلات او تعمل تمارين احماء هتجيلك اصابه، وبالذات عضله الكتف. عضله الكتف تبقى فيها خلايا كتيره فممكن تصاب منك بسهوله، وكتفك لو اتصاب منك صدقني هيقرفك في كل التمارين. عشان اي تمارين بقى تتمرنها، سواء بتمرن بنش او كتف او رجل او اي تمرين، كتفك بيشتغل معاك وبيساعدك في التمرين، فخلي بالك كويس، لازم تسخن كويس. تمام؟ وخصوصا كمان انت ما دام سخنت كويس او عملت عمليه احماء بطريقه صحيحه وكويسه قبل ما تتمرن، مش هتحس بالم لا اثناء التمرين ولا بعد التمرين. يعني لو ما سخنتش مثلا كروات التسخين كده او اي كلام هتحس بالم وانت بتتمرن، ما حسيتش بيه هتحس بالالم بعد ما تخلص التمرين. فعمليه الاحماء مهمه جدا. هسيب لكم هنا فيديو واسيب لكم كمان تحت في صندوق الوصف، ممكن تشوفوا بعد ما تسمع الفيديو ده احماء، تمارين احماء كامله او روتين كامل لعمليه الاحماء. تمام؟ دي اول نصيحه. تاني نصيحه احب انصح بيها انك تعملوا عمليه او تمرين استرتشات. تعمل استرتش سواء بقى بعد التمرين او بعد ما تصحى من النوم او بعد ما بترجع من شغلك. يعني ايه تمرين استرتش؟ تمرين الاسترتشات دي انك بتخلي العضله تاخد وضعها الطبيعي، ما تبقاش العضله منقبضه. هو كده العضله بتبقى منقبضه، كده بتبقى العضله مفروده او واخده وضعها الطبيعي. مثلا نعمل عمليه استرتش مثلا او تمارين استرتش لعضله الكتف. اجيب ايديا بالشكل ده كده واضمها لجوه سنه بسيطه، والساعد بايديا الثاني ابدا اسحب بالشكل ده لمده 15 ل 30 ثانيه بالطريقه دي لكل دراع طبعا. تمام؟ بالشكل ده كده. وفي برضو عمليه استرتش لعضله الظهر بالشكل ده. تمام؟ كل شكل لمده من 15 الى 30 ثانيه. في صور كتير هسيبها لكم في اخر الفيديو، انا مش عايز اعرضها دلوقتي عشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم. اللي مهتم يشوف في اخر الفيديو شويه صور كتيره فيها تمارين استرتشات كتيره جدا، ممكن تختار اللي انت عايزه وتشوف اللي يعجبك لكل عضلات الجسم. تمام؟ طيب ايه فوائد تمارين الاسترتشات دي؟ فوائدها ايه؟ فوائد تمارين الاسترتش زي ما قلت ان بيخلي العضله بتبقى واخده شكلها الطبيعي بالطريقه دي مثلا لمده 15 ل 30 ثانيه. انا مثلا في تمارين كتيره ممكن مثلا ابقى واخد فيها اشكال العضله مش مرتاحه فيها او مش واخد شكل الطبيعي لجسمي، فلما بعمل كده بعدل، يعني كاني بالظبط بعدل العضله، بخليها مثلا عضله بتبقى تاخد شكلها الطبيعي لفتره 30 ثانيه بحيث تبقاش فيها مشكله. يعني مثلا بلعب تمارين الباي مثلا مش هكمل لحد الاخر بالشكل ده، فانا بفرد دراعي مثلا لحد الاخر عشان خاطر يبقى واخد شكله الطبيعي بعد كده وما ياثرش معايا مع الوقت. طب ده بالنسبه للرياضيين. طب ليه لما اصحى من النوم اعمل الكلام ده؟ هقول لكم ليه. في ناس كتيره فينا ممكن تنام بطريقه غلط، يعني وانا نايم مثلا انا عن نفسي ما بقدرش اسيطر على نفسي، ابقى نايم مثلا مظبوط او نايم مثلا عادي. لا، ممكن مثلا في ناس كتيره ممكن يصحى من النوم يلاقي نفسه مثلا واقع في الارض، يلاقي نفسه نايم كده، واللي يلاقي نفسه مش عارف ازاي. انت مثلا نايم كده بالطريقه دي كده على جنبك مثلا، حدد المخده مش عارف ايه كلام من ده كله، هتبقى عامل بالشكل ده. فهنا عضلات جنبك وعضلات البطن الجانبيه هتبقى واخده الشكل ده. لا، فهمنا عامله ازاي؟ فاهم انت وصلك ازاي؟ لا، فانا بعمل مثلا الاسترتشات دي كده عشان خاطر اخلي عضلاتي او جسمي يبقى معدول. يعني مثلا لو انا ماشي بشنطه بالشكل ده مثلا ماشي بيها هتبقى متقاله معايا مثلا، فكتفي نازل لتحت بالشكل ده، فانا ببدل الناحيه الثانيه عشان خاطر اوازي بين الحمل هنا وبين الحمل ده، مبقاش مثلا ماشي عامل كده. مع الوقت فعلا لو مشيت بالطريقه دي فعلا ببقى ماشي عامل كده مع الوقت، بس انا بعمل الاسترتشات دي عشان جسمي ياخد الشكل الطبيعي، ما يحصلوش اي مشكله، ما يحصلوش اي تشويه. دي فوائد تمارين الاسترتش. تمام؟ تمارين الاسترتشات دي زي ما قلت عليها تتعمل بعد التمرين مش قبل التمرين. لو عملتها قبل التمرين ممكن تعمل اصابه لنفسك،
فانت تعملها بعد التمرين، والاحماء قبل التمرين، اما الاسترتش ده تعملها بعد التمرين. تمام. نصيحه كمان، او مثلا ما تروح من البيت بعد تمرينك تعمل الاسترتش، طبعا انت عملته في الجيم او عملته في البيت زي ما انت عايز، بعد كده تخش تاخد دش، دش بميه ساقعه الاول، وبعد كده دش بميه سخنه. ده هيساعدك ان العضلات تفك. العضلات انت لما تيجي تتمرن مثلا في الجيم او حاجه بتبقى راجع تحس العضله بتبقى مرهقه منك، طبعا دي بتبقى انسجه بتبقى مرهقه منك، فانت لازم تاخد دش كده سخن ساعه الاول، بعد كده دش سخن وتريح. طبعا يجي بقى هنا دور بناء العضلات. بناء العضلات لازم بقى محتاج راحه، تاكل مثلا اكله فيها بروتين عالي وكارب متوسط، وبعد كده تبدا تنام مثلا نومك من 8 ساعات ل 9 ساعات او من 7 ساعات ل 9 ساعات عشان خاطر تعمل عمليه الاستشفاء العضلي لجسمك، وتصحى الصبح مفيش اي مشكله. طيب حاجه كمان، دلوقتي مثلا اتمرنت تمرين بنش، جيت تاني يوم حسيت ان البنش بتاعي كله شادد جامد، مش عارف اعمل منه حاجه، مش عارف اتحرك منه، حاسس اني شادد جامد. ممكن اعمل مثلا دخله او دخلتين، مجموعه يعني ولا مجموعتين مثلا ضغط بوزن الجسم عادي، عشان خاطر كده يعتبر انا بحرك العضلات بطريقه برده مش مرهقه، يعني مش بحط وزن جامد على نفسي، لا بعمل حاجه بسيطه كده بطريقه سهله بحيث برده احرك العضله وما تحسش انها مثلا تعبانه او حاجه، وابدا اشغلها بشكل طبيعي. تمام. دي كل الحاجات اللي حبيت اقول لكم عليها، شويه نصائح بسيطه لو عملناها فعلا الالم ده هيخف تدريجيا لحد ما ينتهي نهائي. تمام. كده وصلت لنهايه الحلقه، اتمنى الحلقه عجبتك، يا ريت تعمل لايك للفيديو، وتنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناه لو انت مش مشترك في القناه، وتنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.